بصوا بلاش نضيع وقت وتعالوا ندخل في التفاصيل على طول، لأن الموبايل ده عبارة عن اختراع جديد من اونر، وهفهمك ليه. باختصار اونر نزلت موبايلين، موبايل في الفئة المتوسطة العليا وهو اونر 200، والموبايل اللي معانا النهاردة اونر 200 برو. اونر بالموبايل ده اخترعت فئة جديدة، وهي فئة ما بين المتوسطة العليا وما بين الرائدة أو الفلاجشيب. الموبايل ده فيه حاجات كتير من ريحة الفلاجشيب، ومعمولة بشياكة وباحترافية من غير استرخاص، وهي دي المزايا القوية اللي هنبدأ بيها المراجعة بتاعتنا، واللي هتحسسك فعلا انك شايل موبايل رائد. بعد كده هقولك تجربتي مع حاجات مهمة زي الصوت والبطارية وتجربة المكالمات وغيرهم، وفي الآخر هقولك العيوب أو الحاجات اللي ممكن ما تعجبكش في اونر 200 برو. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك، لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. دلوقتي بقى لينا أكواد خصم جديدة على موقع نون مصر، وهي AA11 أو AA22. لو هتشتري الموبايل أو هتشتري أي حاجة من نون استخدمها علشان تاخد خصم إضافي، ولو بتشتري من نون السعودية أو الإمارات استخدم كود الخصم GL50. زي ما قلنا هنبدأ بالحاجات القوية جدا واللي هتحسسك إنه موبايل رائد. وأول حاجة وأكتر حاجة اونر مركزة عليها في الدعاية هي الكاميرات. الموبايل ده هيعجب الناس اللي بتحب التصوير قوي. خلينا أقول لك أرقام الكاميرات بسرعة قبل ما أوريك إمكانياتها. كاميرا أساسية 50 ميجا بتثبيت بصري، كاميرا تيليفوتو 50 ميجا وبرضه بتثبيت بصري، وكمان زوم بصري 2.5 اكس، كاميرا الترا وايد 12 ميجا وفي نفس الوقت هي كاميرا ماكرو. أما كاميرا السيلفي دقتها 50 ميجا وجنبها كاميرا بتساعد على العزل. تعال بقى أقول لك إمكانيات التصوير بالموبايل. اونر عملت اتفاق مع استوديو فرنساوي قديم جدا اسمه هاركورت، متخصص في تصوير المشاهير، بحيث تنزل على الموبايل اللوجات أو الطرق بتاعته في تصوير البورتريه. وفعلا وانت بتصور بورتريه هتلاقي لوجو هاركورت على الشمال، لو دوست عليه هيديك 3 لوجات في تصوير البورتريه، كل واحد فيهم بيديك ألوان وإضاءة مختلفة، وبيشتغلوا مع الكاميرا الأساسية وكاميرا التليفوتو. عايز أقول لك إن الصور دي أنا اللي مصورها لنفسي، ولما بوريها لحد مش بيصدق وبيفتكر ان حد محترف هو اللي مصورها لي. ده غير ان اونر زودت ميزة انك لو مصور بخاصية العزل تقدر تغير الفوكس بتاع الصورة بعد ما تاخدها، او تزود العزل او تقلله، كل الامكانيات معاك. ده بالنسبة للبورتريه. اما الصور بشكل عام فمع تفعيل خاصية AI والHDR هتاخد صور شارب بتفاصيل كتير والوان مشبعة جدا في ال3 كاميرات، سواء الاساسية او التليفوتو او الالترا وايد. طريقة معالجة الالوان في ال3 كاميرات تقريبا واحدة. ده غير ان AI طبعا مش بس موجود علشان يطلع لك اجمل صورة ممكنة، لا هو كمان بتقدر من خلاله انك تشيل او تستبدل اي جزء من الصورة انت مش عايزه، عن طريق انك بتعمل دايرة حواليه والموبايل بيتعرف عليها وبيشيلها او بيستبدلها بحاجة تانية. تصوير الموبايل في الاضاءة الضعيفة ممتاز. الوضع الليلي هنا قوي جدا وشغال مع كل الكاميرات. الاستوديو كان ضلمة خالص تقريبا، النور اللي في الصورة ده تأثير الوضع الليلي، مع كمان انه بيحافظ على التفاصيل والالوان بدرجة ممتازة. اما كاميرا السيلفي دقتها 50 ميجا زي ما قلنا، فبتديك تفاصيل كتير، الوانها كويسة، ولكن اهم ما يميزها انها بتصور بزاوية تصوير واسعة جدا، تحس انها كاميرا عريضة او الترا وايد. وبرضه تصويرها في اضاءة ضعيفة مع تفعيل الوضع الليلي هيديك نتيجة ممتازة من حيث الاضاءة والالوان والتفاصيل. ده بالنسبة للصور الثابتة. اما لو بتحب تصور فيديو فالموبايل هيديك امكانيات قوية جدا، هنشوفها مع بعض دلوقتي وهنرجع بسرعة علشان اوريك باقي المزايا. ده تصوير فيديو بموبايل اونر 200 برو. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفيه لحد دقه 4K على 60 فريم، وبالكاميرا الاماميه لحد دقه 4K برضه ولكن على 30 فريم. الموبايل بيدعم التثبيت البصري في الكاميرتين، الكاميرا الاساسيه والكاميرا التليفوتو اللي هنشوفها دلوقتي. ومن الحاجات القويه في تصوير الفيديو في الموبايل انك تقدر تنقل ما بين الكاميرات وانت بتصور من غير ما توقف تسجيل. يعني احنا كده بنصور على الكاميرا الاساسيه، هننقل دلوقتي على الكاميرا التليفوتو، وبعدين كاميرا الوايد انجل او الالترا وايد، وبعدين ننقل السيلفي زي ما احنا شايفين. كل ده احنا ما وقفناش تسجيل والتسجيل مستمر. وطبعا من الحاجات القويه في موبايلات اونر اللي بقالها فتره هي خاصيه المالتي فيديو، انك تصور بكاميرتين في نفس الوقت على الشاشه، سواء الكاميرا الخلفيه والاماميه زي ما احنا شايفين، وتقدر تعمل زوم بالكاميرا الاماميه لحد 5x، او سواء بالكاميرا الاماميه الاساسيه مع الكاميرا الالترا وايد، او انك تصور بالكاميرا الخلفيه الاساسيه وتخلي كاميرا السيلفي في جزء صغير على الشاشه وانت اللي بتتحكم في مكانه.
اما تاني حاجة او تاني ميزة هتحسسك انه موبايل رائد هي قدرات الشحن. ولاحظ انه قلت قدرات مش قدرة، وده لان اولا الموبايل جاي بقدرة عالية جدا 100 واط. الموبايل في ربع ساعة بيشحن لحد 65% وبيشحن لحد 100% في 40 دقيقة تقريبا. اما الحاجة المبهرة واول حاجة بتفرق النسخة البرو عن اونر 200 العادي هي ان الموبايل بيشحن وايرلس، يعني شحن لاسلكي وبقدرة عالية جدا 66 واط. البطارية بتتشحن وايرلس بالكامل في ساعة تقريبا لو استخدمت شاحن اونر اللي بيدعم 66 واط. ده غير انك تقدر تشحن من ظهر الموبايل اي حاجة بتتشحن لاسلكي زي السماعات او الساعات. نيجي بقى لثالث ميزة فلاج شيب والجزء الأهم في أي موبايل، وهو المعالج وتجربة الأداء. المعالج هنا هو نسخة مخففة من أقوى معالج أندرويد في العالم، سناب دراجون 8S الجيل الثالث، مع 12 جيجا رام و512 جيجا ذاكرة داخلية. أرقام الموبايل على أنتوتو بتعدي 1,200,000 نقطة، ضعف الرقم تقريبا اللي هتاخده من اونر 200 العادي. وده تاني فرق بيميز النسخة البرو، ده من حيث المواصفات. اما من حيث تجربة الاستخدام الفعلية فهي باختصار بريميوم جدا، سواء من حيث السرعة في الاداء وفتح التطبيقات او من حيث واجهة اونر. السوفت وير هو اندرويد 14 مع واجهة اونر ماجيك 8. واجهة اونر يا جماعة هي اكتر واجهة مظبوطة حاليا، يعني سريعة وخفيفة زي واجهة اوبو مثلا، ومليانة اوبشنز وحركات زي واجهة سامسونج، وفي نفس الوقت مستقرة ما فيهاش غلطات. الموبايل معايا بقاله اسبوع وحرفيا السوفت وير ما غلطش غلطه واحده او علق او هنج مثلا. ولو كنت فاكر ان الموبايل فلاج شيب بس في الاداء العام تبقى غلطان، الموبايل فلاج شيب في الالعاب كمان. بيشغل ببجي على اكستريم بلس فريم ريت، انا معرفش الحقيقه دي 75 ولا 90 فريم. اداؤه في الالعاب قوي جدا واللعبه بتمشي معاك بشكل سلس. كذلك كول اوف ديوتي مثلا شغاله لحد الترا او 120 فريم ريت. طبعا الجرافيك العالي مع الاداء القوي مع الشاشه الرهيبه اللي هنتكلم عنها دلوقتي، كل ده بيديك واحده من اقوى تجارب الالعاب في السعر ده. اما دلوقتي تعالوا نشوف الشاشه الفلاج شيب، واللي هقولك عنها حاجه هتستغربها شويه بعد ما اقولك مواصفاتها. الشاشه نوعها اوليد بحجم 6.8 بوصه تقريبا، دقتها 1.5K وترددها 120 هرتز، وبتدعم طبعا ال HDR. الحاجه الغريبه اللي هقولها لك وفي ناس ممكن تتخانق معايا هي ان شاشات اونر بدات تتفوق على شاشات سامسونج. ظبطة الالوان والتفاصيل وتجربه المشاهده على الموبايل ده عجباني اكتر من شاشات سامسونج. الفيديوهات اللي بتدعم HDR رهيبة. الشاشة معتمدة من نتفليكس وامازون HDR. زوايا الرؤية فيها ممتازة، مهما كانت زاوية رؤيتك هتشوف الإضاءة والألوان بشكل كامل. معدل الفليكر أو نبضات الشاشة في الثانية الواحدة عالي جدا، وده بيبقى مريح للعين مهما نزلت بالإضاءة. صحيح، بمناسبة الإضاءة، الشاشة إضاءتها بتوصل 4000 نتس، وده رقم فلاج شيب. مش محتاج أقولك إن مش هيكون عندك معاها أي مشكلة في الشمس. التردد 120 هرتز واضح جدا، وفي وضع بيظبط لك بين التردد واستهلاك البطارية. وطبعا بما ان الشاشة اوليد هتلاقي خاصية الاولويز اون ديسبلاي، واللي واجهة اونر بتضيف لها مزايا حلوة جدا. وبما اننا اتكلمنا عن الشاشة، فالبصمة كمان واللي بتيجي في الشاشة بصمة موبايل رائد. ادائها سريع جدا، مش هتاخد اي وقت في فتح الشاشة، وخلال اسبوع كامل ما غلطتش معايا ولا مرة تقريبا. هي دي الحاجات اللي هتحسسك ان اونر 200 برو موبايل رائد مش موبايل عادي. ولو عجبتك المزايا كمل معايا علشان اقول لك تجربتي مع حاجات مهمة زي التصميم والبطارية والصوت وتجربة المكالمات. بس الاول عايز افكرك تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لانه بينزل عليه المنتجات اللي عليها عروض وخصومات قوية. هتلاقي الرابط تحت الفيديو، دوس عليه وبعدين دوس جوين او اشترك. هنبدأ بالتصميم واللي فيه مزايا كتير. الواجهة الأمامية بتيجي بشاشة منحنية وبحواف قليلة جدا ومتماثلة من كل الجهات، ونوتش مزدوجة علشان الكاميرتين. النوتش بتحسسك إنها واجهة موبايل رائد. أما الظهر فتصميمه اختلف كتير عن النسخة القديمة اونر 90 برو، سواء في فريم الكاميرات واللي بقى واخد شكل سداسي شوية، أو في تصميم الظهر نفسه. الظهر هنا من الزجاج، والموبايل نازل ب3 ألوان، كل لون فيه طريقة تصميم مختلفة. اللون اللي معانا اسمه اوشن
جوهان ساين، درجة ما بين الأخضر والسماوي، واخد تصميم أمواج المحيط زي ما أونر بتقول. ولكن من أكتر الحاجات اللي بتعجبني في موبايلات أونر هي السمك، رغم الشاشة الكيرف والبطارية الكبيرة وكاميرات الزوم البصري ودايرة الشحن اللاسلكي، إلا إن سمك الموبايل 8.2 مللي، وده إبداع في التصميم. كمان وزن الموبايل أقل من 200 جرام، وده وزن معقول جدا. تصميم الموبايل شيك قوي، ولكن الحاجتين اللي مخلونيش أحط التصميم في مزايا الفلاج شيب هما أولا معيار مقاومة الماء IP65، معيار كويس من حيث إن جسم الموبايل هيبقى قوي ويستحمل، ولكن أجهزة الفلاج شيب بتيجي بمعيار IP68. تاني حاجة إن الفريم الخارجي جاي من البلاستيك مش من المعدن. نيجي بقى للتجربة الصوتية أو السبيكر. أول مرة أجرب سبيكر ستيريو من أونر، والحقيقة الصوت عالي جدا وتوزيعه ما بين السماعتين ممتاز. جودة الصوت حلوة بالنسبة لسعر الموبايل، تاخد 9 من 10. أما بالنسبة لموتور الفايبريشن فبيدي اهتزازات ذكية، والهابتك فيدباكس بتاعته سمارت ومن النوع الحديث. نيجي بقى لحاجة مهمة وهي استهلاك البطارية. حجم البطارية كبير 5200 ملي أمبير. لو مخلي التردد ثابت على 120 هرتز البطارية هتديك يوم كامل تقريبا 24 ساعة شغل. أما لو مخليه دايناميك أو متغير عمر البطارية هيزيد عن كده. وصلنا لتجربة المكالمات، واللي عجبني فيها قوة الشبكة. الموبايل شبكته قوية ومستقرة وشغال طبعا لحد 5G. كمان بيدعم الاي سيم او الشريحة الالكترونية، وده شيء متوقع طبعا. صوت سماعة المكالمات عالي جدا وواضح، ومايك الضوضاء موجود واللي بيوضح صوتك في الاماكن الدوشة. الموبايل مفهوش مستشعر تقارب حقيقي وبيعتمد على السوفت وير، ولكن اداؤه معايا كان ممتاز طول فترة التجربة. ولكن مفيش خاصية لتسجيل المكالمات في ابليكيشن الاتصال لو كانت تهمك. في حاجة في الموبايل عجبتني قوي وهي الواي فاي. طبعا هو واي فاي 6 مفيش كلام، ولكن غير انه بيلقط من على مسافات كويسة جدا واداؤه مستقر، عجبني انه بيتعرف بذكاء وبسرعة على الراوتر الاقرب ليه وبينقل الاتصال عليه. خاصية ال NFC موجودة طبعا في الموبايل، ده غير انه بيحتوي على مستشعر الاي ار، ودي كانت مفاجأة، واللي بيخليك تقدر تستخدم الموبايل كريموت كنترول لأجهزة كتيرة جدا. وصلنا للعيوب او الحاجات اللي ممكن ما تعجبكش في اونر 200 برو، بس طبعا ما ينفعش تكون وصلت لنهاية الفيديو من غير ما تعمل لايك. الموبايل مفهوش اي عيوب ضايقتني في الاستخدام، وكلها حاجات هتفرق بس مع ناس معينة، زي انه مفهوش مدخل سماعة 3.5 ملي، ولازم تستخدم سماعة اصلية تايب سي علشان الموبايل يقراها، ولكن الصوت اللي بيطلع منها قوي جدا. العيب التاني انك ما تقدرش تركب كارت ميموري، بالتالي هتعتمد على المساحة الداخلية فقط. وتالت عيب ان الموبايل مفهوش راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. بس كده هي دي تجربة اونر 200 برو. اما دلوقتي بقى فعايزك تعمل 3 حاجات مهمة جدا. اولا تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب علشان توصلك كل فيديوهاتنا. تاني حاجة تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون. وتالت حاجة تشترك في جروب التليجرام وهتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.